السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله في أخبار جديدة كتخص بالأساس المملكة المغربية والعلاقات ديالها مع بعض الدول، وخصوصا الشمطاء. فرنسا هاجمت المغرب بأحد التصرفات الصبيانية للغاية. وقبل ما نطرق للتفاصيل كنتمنى الدعم ديالكم عن طريق النقر على زر الاعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس للتوصل بجديد قناتكم فيفا موروكو تيفي أول بأول. بشعار الله الوطن الملك، على بركة الله نفتتح حلقة اليوم. وفقا لمصادر إعلامية سنغالية، من المقرر أن يقوم الملك محمد السادس نصره الله وحفظه وأيده بزيارة إلى العاصمة السنغالية دكار في منتصف شهر مايو الجاري، بعدما تأجلت زيارته السابقة المقررة في مارس بسبب مرضه الذي أجبره على البقاء في الغابون، ولم يتم الكشف عن مدة الزيارة الملكية إلى السنغال حتى الآن. ويتوقع أن يقوم الملك محمد السادس خلال هذه الجولة لإفريقيا بزيارة دول أخرى ومن بينها نيجيريا، حيث توقع مراقبون أن تكون هذه الزيارة لها أبعاد سياسية واقتصادية كبيرة. وفيما يتعلق بالزيارة الملكية إلى السنغال، من المتوقع أن يلتقي الملك محمد السادس بالرئيس السنغالي ماكي سال، وستتناول محادثاتهما عددا من القضايا المتعلقة بشؤون البلدين والقارة. ومن المقرر أيضا أن يقدم الملك تبرعا يتكون من 5000 طن من الأسمدة لصالح السنغال، إلى جانب مشروعين ممولين من المملكة المغربية. الأول يتعلق بقرية الصيادين في دكار، والثاني يتعلق بمركز للتكوين المهني في القطب العمراني الجديد الذي يبعد 30 كيلومترا عن العاصمة دكار. وفي خبر آخر، أعلنت السلطات الفرنسية عن تشديد المراقبة على المسافرين المتوجهين إلى المغرب، حيث قامت بنشر موظفي المصالح المالية وعناصر الشرطة عند بوابات الإركاب، وفرضت على السياح والمهاجرين المغاربة وكل من يتوجه إلى المغرب الكشف عن حجم الأموال التي يحملونها. بالإضافة إلى سبب زيارتهم للمغرب، يأتي هذا الإجراء المثير للجدل في الوقت الذي لا تتخذ فيه نفس الإجراءات تجاه المسافرين المتجهين إلى وجهات أوروبية. وتفرض السلطات الفرنسية على جميع المسافرين الذين يمرون عبر مطاراتها ويتوجهون إلى المغرب الكشف عن حجم الأموال التي يحملونها، مما يعكس التوجه العدائي لحكومة ماكرون تجاه المملكة المغربية، ولكن هيهات لن يفلحوا. وفي موضوع آخر، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بولندا السيد أندري دودا، ذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. عرب جلالة الملك في هذه البرقية أن أحر التهاني وأجمل المتمنيات بموفور الصحة والسعادة للسيد دودا، وبمزيد من الازدهار والرخاء للشعب البولندي. ومما جاء في هذه البرقية، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أسجل اعتزازي بالطابع المميزة لعلاقاتنا الثنائية المبنية على الصداقة المتينة التقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم استعدادنا الدائم بالمملكة المغربية لتقوية الدينامية المتواصلة التي تطبع هذه العلاقات استثمار مختلف الإمكانيات الكفيلة بتحقيق تعاون بناء ونموذجي يستجيب لتطلعاتنا وطموحات شعبينا الصديقين. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، في أخبار جديدة بإذن الله في حلقات قادمة. إلى هنا أقول لكم دمتم في أمان الله وحفظه.